هذه واحدة شوف تتمنى أنه زوجها يصاب بمرض السكري، مرض السكر، حتى ما يتزوج عليها وهم أعمارهم كلهم في الثلاثينات. يعني تريد أن يصاب بالمرض لأنه يبدو أنه حتى يضعف القدرة الجنسية عنده حتى ما يتزوج عليها. ومن قال للنساء أن الرجال يتزوجون لأن عندهم قدرة جنسية؟ لأن عندهم شهوة. السكري لا يضاعف الشهوة، إنما يضاعف الانتصاب، ولو ضعف الانتصاب هناك الأدوية الآن التي تؤدي الانتصاب، الفياجرا، السيالس، غيرها. لكن هذا التفكير، أنا أريد هذا التفكير أنه تتمنى لزوجها المرض حتى يضعف ولا يستطيع قادر، هذه هي الفكرة يعني. لا، الفكرة أحيانا حينما يوجد حب كبير عند إنسانة غير ناضجة تطلب هذا الطلب، أو حب كبير عند إنسانة ناضجة زوجها مميز ويفكر بالتعدد، فطبيعي أن تعبر بهذه الطريقة. يعني قد يكون هو يعني هي لو قالت له بهذا الكلام ولا أرسلته لنا قد أكون أفترض أنه نوع من التعبير، لكن لما ترسله لنا قد يكون رغبة حقيقية. رغبة حقيقية وترف وحقيقة عندها من الوقت أن تكتب مثل هذا السؤال وأن تحيا، وربما هي تعيش معاناة، زوجها يبحث من زوجة إلى أخرى ومن فتاة لأخرى ويبحث، فتعيش هذه المعاناة فوسيلة تنفيسية برسالتها إلينا. ممكن.